صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عاملين ايه في الحر ده؟ في الجو الحر ده عايزين حاجة حلوة وتكون ساقعة كده ترطب على قلبنا شوية من الحر اللي احنا فيه. فهنعمل مع بعض النهاردة الرز بلبن، حلا حلو جدا، وكمان سهل جدا وسريع. يلا بينا نشوف الجمال ده عملناه ازاي مع بعض. المكونات سهلة جدا وأحلى بقى من أشهر المحلات اللي احنا بنجيب منها. اهم حاجة نمشي بالتركات والخطوات البسيطة اللي هنعملها مع بعض، هنطلعه كريمي جدا وطعمه حلو قوي قوي. يلا بينا بقى نحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. معايا كده كوباية الا ربع من الرز، انا غسلتها بس حطيتها في حلة على النار، هنزل عليها بلتر من المية ومعلقتين من السكر واسيبها لحد ما تستوي جدا. عايزة الرز يشرب كل المية وفي نفس الوقت ما يبقاش ناشف، يبقى فيه سنة مية كده بسيطة في الاخر، علشان هي دي النشا اللي نازلة. انا حابة ان انا احتفظ بيها علشان تخلي الرز بلبن بتاعي كده كريمي وجميل ومحتاجش ان انا احط له نشا كتير. كده خلاص الرز استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهو ده النتيجة اللي انا عايزاها. هنزل على طول باللبن، كوباية الا ربع رز المقدار بتاعها عليها 2 كيلو من اللبن. بعد كده نزلت باللبن وابتديت ان انا اقلب وبحط بقى السكر اللي انا حباه. هنا حطيت نص كوباية من السكر وبعد كده حطيت ربع تاني، وكنت حاطة معلقتين في الرز، يعني اعتقد كوباية من السكر. بعد كده دوبت 4 معالق من النشا في حبة صغيرين جدا من اللبن او المية، وبعد كده نزلت بيهم وابتديت ان انا اقلب بالشكل ده واسيبه بقى لحد ما يعمل الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي. وهنا بقى يعني بيبقى الرز بلبن بتاعي بدأ معايا يستوي، هو لسه ما استواش، بسيبه كمان شوية. بعد ما يعمل الفقاعات ببتدي اوطي النار عليه واسيبه بقى شوية كمان. اول ما احس خلاص ان هو استوى وبقى تمام وزي الفل ومفيش بقى طعم نشا ولا فيه اي حاجة فيه، بنزل على طول بباكيتين كده من الفانيليا. ولو عندي بقى قشطة بحط في المرحلة دي معلقتين قشطة، لو كريمة زي ما انتي حابة. انا محطتش اي حاجة خالص غير اللبن والرز والفانيليا. كده خلاص الرز بلبن بتاعي استوى، هبتدي ان انا اغرفه. في المرحلة دي لو عندك مستكة بتحطي فصين مستكة، بتودي الطعم معانا لحتة تانية خالص. بجد جربيها ان شاء الله تعجبك، بس انا ما كانش عندي مستكة. عايزة اقول لكم ان ده اصلا كان بيتعمل الساعة 3 بالليل. الجو حر ومحتاجين اي حاجة يعني تنجدنا في الحر اللي احنا فيه ده. فاي حاجة بقى تسقع او سقعة ترطب على قلبنا ما عنديش مشكلة ان انا اعملها. خلاص كده ببتدي بقى ان انا اغرف. جبت معايا طواجن علشان احط كام طاجن كده في الفرن ويبقى عملنا كذا شكل. 2 كيلو لبن ب50 جنيه، عملوا لي ما شاء الله الكمية اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. اوفر كتير جدا طبعا من معظم المحلات. عايزة اقول لكم معظم المحلات الطبق الرز بلبن بس سادة من غير اي حاجة خالص ب35 وب40 وب45، لو عليه ايس كريم او اي حاجة من التانية 45 وانتوا طالعين بقى. فاحنا هنا في البيت عملنا ب2 كيلو لبن. الكمية اللي انتوا شايفينها دي هتقعد معاكي يوم واتنين وتلاتة كمان في التلاجة لو عندك اطفال بيحبوا الحاجات دي قوي. ابتديت بقى ان انا احط كده زبيب وجوز هند، ولو عندك مكسرات حطي، انا برضو ما عنديش. فاي حاجة متوفرة حطيتها، واللي مش متوفر خلاص مش هنقف عليه. هنا طبعا بقى الولاد، لو عندك ولاد صغيرين بيحبوا يشاركوا قوي في الحركات اللي هي التزيين والحاجات دي، فما فيش مشكلة ان احنا نخليهم يساعدونا في المواضيع دي. كده خلاص انا خلصت. هنا انا نسيت وحطيت جوز هند وزبيب على الطواجن، فرجعت قلبتهم ودخلتهم الفرن. ما كانش عندي قشطة، لو في قشطة هتحطي معلقة قشطة على كل طاجن، وبرده النتيجة بتبقى عظمة بجد. جربوا ان شاء الله الوصفة دي بالطريقة دي، سهلة جدا وطبعا في الوقت ده كلنا محتاجينها. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوها.